البيتي فور. يا أهلا بيكم في قناة جيجي ورانيا، وحشتونا. النهاردة هنعمل مع بعض بيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. يلا بينا. المكونات: ربع كيلو دقيق، يعني كوبايتين دقيق، ما يعادل بالميزان 250 جرام. واختاري نوع دقيق كويس عشان البيتي فور يطلع حلو معاكي. رشة ملح، كوباية زبدة بحرارة المطبخ، لو بالميزان هيبقى 230 جرام، لأن كوباية الزبدة بتبقى أتقل من الدقيق، عشان كده كوباية الزبدة بتتوزن ب 230 جرام. بعد كده معانا نص كوباية سكر بودرة أو ما يعادل 60 جرام. معانا كمان 2 صفار بيضة، ولو عايزة البيتي فور يبقى هش استخدمي بيضة كاملة، أنا هنا استخدمت 2 صفار بيضة. معايا كمان معلقة فانيليا. طيب الطريقة: هنخلط الزبدة مع السكر البودرة كويس. بعد ما يتخلطوا مع بعض هنزل ب2 صفار البيض أو بيضة كاملة زي ما قلنا، اللي هتحبيه ينفع، ده ينفع وده ينفع. وهنحط عليهم الفانيليا وهنضربهم بمضرب البيض مع بعض. بعد كده هحط الدقيق وهخلطهم تاني بمضرب البيض أو العجان المتوفر عندك استخدميه. وهشوف العجينة بتاعتي لازم تكون ناعمة وطرية ومش بتلزق في الإيد، يبقى كده العجينة تمام. طيب لو احنا في الحر هنسيب العجينة دي في التلاجة تمسك نفسها شوية، لو احنا في الشتاء يبقى نشتغل على طول. هجيب صينية وهفرشها بورق زبدة. طب واللي ما عندوش ورق زبدة هدهن الصينية بزيت، وبعدين همسحه بورق منديل كده عشان ما يكونش الزيت كتير ويفرش معانا، يا دوب كده نمسحها يعني. هنجيب مكنة البيتي فور ونبتدي نعمل أشكال جميلة. طب واللي ما عندوش المكنة كوري بإيدك عادي. طب لو أنا ممكن أجيب كيس تلاجة أو كيس تزيين ومعايا قمعة وشكله عجبني نعمل بيه برضو. تعالوا نعمل عجينة لونها أحمر. هناخد جزء من العجينة هنحط عليه معلقة صغيرة من الكاكاو، وما تكتروش عشان العجينة ما تغيرش قوامها. وهنحط كمان لون أحمر بتاع الطعام، وهنشتغل فيه هنلاقيه لونه أحمر جميل قوي. طب تعالوا نعمل البيتي فور بالشوكولاتة. هي نفس المقادير اللي فاتت، بس هنشيل من الدقيق معلقتين كبار وهنحط بدلهم معلقتين كبار كاكاو، ونفس الطريقة، ونعمل أحلى أشكال بالعجينة بتاعتنا. يبقى كده عندنا لون أبيض وبني. هندخل الأول صينية البيتي فور التلاجة حوالي 10 دقايق، وبعدين ندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. هياخد معاكم حوالي 10 دقايق أو أكتر، طبعا عينيكم عليهم. ونتابع السوا، أول ما ياخد لون ذهبي معانا هطلعهم على طول، هما أصلا هيستووا بسرعة معاكم. تعالوا نزين. ممكن تجيبوا نوتيلا وده الأسهل طبعا عشان تزينوا بيه، أو الشوكولاتة هتسيحوها في حمام بخار، واللي عنده الميكرويف يبقى تمام تسيحوها في الميكرويف. ولو عندكم جوز هند ناعم، شوكولاتة ملونة، فورماسيل، يبقى جميل قوي. واللي عنده سوداني أو فستق مطحون ده حسب الإمكانيات، براحتكم خالص، المتوافر عندكم استخدموه. وهنلزق البيتي فور مع بعض بالمربى أو الشوكولاتة. تحياتي وبألف هنا. ودي كانت النتيجة. لو وصلتوا معانا في الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسوناش في الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وفضلا اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة.